قول لي في تاريخ الكره المصريه في جهاز فني اشتغل في ظل الظروف الصعبه؟ لا مفيش، لا مفيش، لا مفيش. فالناس دي برغم الظروف الصعبه ياخد الفول مارك. ما هي الظروف دي احنا ما مرناش بيها غير الفتره دي. اخد بالك 18 سودة زي الايام. اخد بالك في ظل الظروف دي، فالناس دي ليها هدف هيوصلوا له. انا كمالا للكابتن مجدي لما الجمهور بتاعنا وده اللاعب رقم واحد في اعتقادي لابد يكونوا على قد المستوى وعلى قد الحدث. قول بقى اللي انت عايزه، قول اللي شوف انت عايزه. الجماهير المقصوره لما هيلاقوا فيها رئيس الجمهوريه وهيلاقوا بس الفريق عبد الفتاح السيسي موجود مع وزير الرياضه مع المسؤولين دول، هتلاقي اظن هيبقى يعني اللاعب ده عايزه حدث قومي طبعا، عايزه احتفاليه يعني وحدث قومي. واللعيب هيطلع كل اللي عنده. بس يشوفوا السيسي بس الفريق السيسي هتلاقي بس يشوفوا السيسي بس الفريق السيسي هتلاقي بس يشوفوا السيسي بس الفريق السيسي هتلاقي كل الناس دي العوامل دي كلها مسخره. ليه لما يلاقوا فريقنا كل اللي طلع كاس العالم سنه 90 موجودين؟ ايوه ويلاقوا نجوم مصر من الفنانين موجودين. نعملها بقى حدث بجد. ايوه الفنانين يا كاميران. الناس اللي منافسينا جوه اتحاد الكوره تبعد شويه. بص واخد هو بالك ويبتدي ايه؟ بص واخد هو بالك ويبتدي ايه؟ بص واخد هو بالك ويبتدي ايه؟ ويبتدي انا بطبل